تخيلوا معايا صندوق خشب صغير نسبيا مغطى بالذهب. لا ومش كمان كده، وفوقه كمان ملكين فاتحين أجنحتهم. والأغرب في القصة إن الصندوق ده كان بيهزم جيوش كاملة وبيوقع بلدان بحالها، وكل اللي بيلمسه كان بيموت على طول. الأغرب النهاردة في قصتنا إن الصندوق ده اختفى، وانا هاخدك النهارده في رحله وقصه طويله عايزك تتابعها للاخر عشان هنعرف هو فين. القصه دي مش فيلم يوناني ولا هي اسطوره خياليه، لا ده كلام بجد. واللي هتسمعوه النهارده عن قصه تابوت العهد، واللي انا هحكيه ممكن يغير فكرتك عن التاريخ كله. فعايزك تركز وتصحصح معايا وتجهز كوبايه الشاي او كوبايه القهوه حسب ما تحب وتحصلني. القصة بدأت مع النبي موسى عليه السلام، أول ما خد بني إسرائيل وخرج برا مصر. تخيلوا معايا شعب ماشي في صحراء حر وجوع ومفيش مية وعدم يقين، لحد ما وصلوا عند جبل، والجبل ده كان بيتغطى بسحاب وبرق ونار. سيدنا موسى عليه السلام طلع الجبل وقعد 40 يوم لوحده، وطبعا الناس اللي معاه تحت ابتدت تشك وتقلق. لكن القصة اللي كانت بتدور فوق الجبل كان عهد بيتكتب. سيدنا موسى عليه السلام نزل من فوق الجبل ومعاه ألواح حجرية مكتوب عليها الوصايا العشر، بس ربنا سبحانه وتعالى ساعتها أمره بحاجة تانية خالص، إنه يعمل صندوق مخصوص. ومش أي صندوق، ده كان صندوق بمواصفات دقيقة جدا. الصندوق كان من خشب الصمت، وكان متغطي بالذهب من بره ومن جوه، 4 حلقات ذهب على الجنبين، وعصيان خشبية متلبسة بذهب علشان الناس تشيله من غير ما يتلمس. وكان فوقيه غطا اسمه كرسي الرحمة وعليه ملكين، وده كان تابوت العهد. الناس هنا ما كانتش شايفة ان ده مجرد صندوق عادي، ده كان رمز للحضور الالهي وسطهم، وكان بيتحط في خيمة مخصوصة اسمها خيمة الاجتماع، ومحدش كان بيقرب له غير الكهنة. وفي الحروب كانوا بيشيلوه قدام الجيوش. وفي مرة من المرات لما وصلوا لنهر الأردن، النهر كله وقف عن الجريان أول ما الكهنة دخلوا بيه. وفي مدينة اسمها مدينة أريحة فضلوا يلفوا حوالين المدينة 7 أيام، وفي اليوم السابع حصلت المفاجأة، كل أسوار المدينة انهارت. بس القوة دي كان ليها تمن. وفي مرة من المرات كان في واحد اسمه عزة، وعزة ده حاول يسند التابوت لما كان هيقع، مجرد ما لمس التابوت مات في ساعتها. طب هو ليه اللي بيحصل ده؟ هل التابوت فيه طاقة محدش يعرف عنها حاجة؟ هل كان فيه تحذير واضح ان فعلا محدش يقرب منه؟ بعد سنين التابوت استقر في مدينة القدس، والنبي ودود عليه السلام نقله باحتفال عظيم جدا. وبعده كان ابنه النبي سليمان اللي بنى الهيكل العظيم. الهيكل كان تحفة معمارية، وفي أقدس مكان فيه حطوا التابوت، والمكان ده كان اسمه قدس الأقداس، ومحدش كان بيدخله غير مرة واحدة بس في السنة ومن كبار الكهنة. تخيل بقى معايا رهبة المكان، ضلمة وبخور وصمت تام، وصندوق محدش عارف قوته الحقيقية هي ايه. سنة 586 قبل الميلاد جيش بابل هاجم القدس. ساعتها المدينة كلها اتحرقت والهيكل كله اتهد. لكن لما المؤرخين كتبوا عن الغنائم ذكروا حاجات كتير جدا إلا التابوت، ومن وقتها التابوت اختفى. مفيش سجل بيقول انه اتاخد، ومفيش سجل بيقول انه اتحرق، اختفى تماما كأنه اتبخر. هنا بقى بدأت النظريات والأقوال اللي دايما بنسمع عنها. أول نظرية وهي نظرية أثيوبيا. في مدينة اسمها أسكوم في أثيوبيا في كنيسة بتقول إن هي عندها التابوت الحقيقي، واسمها كنيسة مريم سيدة صهيون، وراهب واحد بس طول حياته مسموح له إن هو يشوفه. هل ده حقيقي ولا مجرد تقليد ديني بس؟ أما النظرية التانية بتقول إنه مدفون تحت القدس. بعض الباحثين بيقولوا إن الكهنة دفنوه قبل الغزو ما يحصل، والمنطقة دي حساسة جدا سياسيا ودينيا، وأي حفر ممكن يحصل هناك ممكن يحصل اشتعال عالمي في الدنيا كلها. بعض التفسيرات الدينية بتقول إن هو هيظهر في آخر الزمان، يعني ممكن يكون محفوظ وفي انتظار لحظة معينة. ودلوقتي عايزك تتخيل معايا، لو في يوم من الأيام حد أعلن عن ظهور تابوت العهد، هتصدق ولا هتخاف؟ ولا ممكن تقول ان دي مثلا خرافة؟ ولو فعلا التابوت زي ما بيقولوا انه فيه قوة، هل احنا كبشر مستعدين ان احنا نتعامل مع القوة دي؟ ولا يمكن اختفائه كالرحمة؟ يمكن اعظم اسرار التاريخ ما ينفعش تتكشف؟ لو عجبكم الفيديو قولولي في الكومنتات
هتكلم لكم عن القصة الجاية عن ايه. ما تنسوش اللايك والشير عشان ده هيدعمنا اكتر واكتر. سلام.